في عالم مليان أسرار، وسط حضارة اتكتبت بالحجارة وجثث اتحدت الزمن، بتفضل دايماً في حكاية واحدة غامضة ومش مفهومة، حكاية الموميا العنيدة. في نهاية القرن ال19 علماء آثار اكتشفوا تابوت لسيدة من الطبقة الراقية، أغلب الظن إنها كانت من عصر الدولة الحديثة. نقلوا التابوت للمتحف وفحصوه حتة حتة، كل حاجة كانت طبيعية جدا، لكن اللي حصل بعد كده مفيش ولا عالم عرف يفسره. كل يوم العمال يقفلوا التابوت بإحكام ويتأكدوا إن كل حاجة تمام، وتاني يوم الصبح يلاقوا الغطا مفتوح لوحده. العلماء حاولوا يلاقوا أي تفسير للي بيحصل، هل هو تمدد في الخشب، فرق ضغط، ولا هزات أرضية؟ بس السؤال، ليه التابوت ده بالذات وليه دايماً بالليل؟ العمال سموها الموميا العنيدة، وقالوا إنها مش عايزة تتنسي، روحها بترفض تتسجن حتى بعد آلاف السنين. العلم بيقول حرارة ورطوبة، لكن التاريخ بيقول إن في أسرار لسه ما اتكشفتش لحد دلوقتي، وهنا بتفضل الحكاية عايشة، ويفضل حلم كل باحث إنه يوصل للحقيقة. يا ترى هل دي ظاهرة طبيعية، ولا فعلاً في لعنة فرعونية بتصحى كل يوم بالليل؟